مرحبا بكم متابعينا الكرام. إذا بداية من مساء يوم غدا السبت 10 أوت وإلى غاية منتصف الشهر، عواصف رعدية متوقعة بمناطق متفرقة من شمال الوطن. لكن أولا نوضح للجميع بأن العواصف الرعدية معروفة بصعوبة الرصد، ولا يمكن تحديد المناطق المعنية بدقة بتساقط الأمطار. وأيضا هذه العواصف سوف تنشط خلال الفترة المسائية، وهذا بسبب التقاء الكتل الهوائية المختلفة في طبقات الجو العليا، وبسبب تشكل ظاهرة الحمل الحراري. وهذه العواصف سوف تبدأ بالمناطق الداخلية الغربية وصولا إلى الهضاب العليا الوسطى والشرقية، والأمطار سوف تتساقط بشكل عشوائي وفجائي وبمناطق متفرقة. وقد نجد مثلا منطقة تتساقط فيها الأمطار بغزارة، ومنطقة قريبة جدا منها يكون فيها الطقس مستقر تماما. ولهذا العواصف الرعدية صعبة جدا في مجال الرصد الجوي، وهي تختلف تماما عن المنخفضات الجوية والتي تكون غالبا شاملة من حيث الهطولات المطرية. لكن وحسب المعطيات الأولية المتوفرة لدينا، فالمناطق الموجودة داخل الدائرة الحمراء ستكون أمام فرص جيدة لتشكل هذه العواصف الرعدية خلال الأيام القليلة المقبلة. وأيضا بعد منتصف هذا الشهر أوت احتمال لتشكل عواصف رعدية شديدة جدا بأقصى الجنوب، وهذه العواصف ستكون أكثر قوة ومصحوبة بتساقط لحبات البرد. وأكثر تفاصيل سنحاول أن نوافيكم بها في الفيديوهات القادمة. هذا كله ويبقى العلم لله وحده.